مساء العسل. مساء الجمال. اخبارك ايه؟ انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. يا رب حاج دايما. ماتيوس نونيز انقذني. ماتيوس نونيز ما اه والله. عملتوش. اه والله عمل هوش وانا عملت له هوش. على فكره بقى عايز اقول لك على حاجه، انا ما ركزتش في الاحتفال. انت ركزت في احتفال البيب ها؟ اه مم. فرق معاه كتير يعني. يعني قبل ما نتكلم في القصه دي، لان القصه دي حسيت بجزء منها كآبه بصراحه يعني. لان خلينا نتكلم في الموضوع لما طب ما ندخل احسن. تسلم على الناس خلينا الأول. نتكلم في صح؟ خش سلام على الناس. لا سلم انت. سلم انت. انا اللي عامل انترو المره ماشي. اللي فاتت. لا ما انت كنت عامل لي فيها كده، قلت لك صوتك واطي. بص ابدا شفت؟ اقول وبعد انا. كده بقى لما جينا عملنا حلقه الميركاتو، طب تمام، الناس بتقول لك ما الصوت دي الصوت مشكله الصوت تقنيه. الصوت. طب ماشي هزعق له. تسيب لي الطلعه دي. لا خلاص خش، لا خش خش خش. اهلا بيكم يا شباب في حلقه جديده من هنتكلم كوره. معاكم جهاد العمري هو على شمالي. اهلا ايوه وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. محمد حلمي الشهير مده في البودكاست الاسبوعي. تمام. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وكومنت وتفعل زر الجرس. حاجه بص، تاني؟ لا مية احنا هنتكلم النهارده في موضوع كتير اه بصراحه. ابرزهم واولهم تصريحات كيفن دي بروين، تمام، والكلام بتاع الانتقال بتاعه لفريق في الدوري الانجليزي، تمام، اللي هو متمثل في حاجه من اتنين، تمام، بس الاساسيه اللي اتعرض، تمام. ماشي. نتكلم بقى النقطه اللي بعدها، احتفال جوارديولا الغريب جدا، حلو. غريب جدا 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 تحس ان جدا. هو خد بطوله فرح اه بطوله. طبعا الدوري بتاع ليفربول، خلاص هو تمام، بنسبه بعد 200% التعادل الغريب جدا بتاع من ارسنال. هو الديربي بتاع لندن ده. ديربيهات لندن كلها ما لهاش ايه، ما لهاش امان والله لا العظيم. بس كريستال بالاس عمل ماتش حلو فشخ. عمل ماتش حلو ماشي، كل سنه وانت طيب. فريق خسران كام من نيوكاسل، وخسران كان كام قبلها من كام من السيتي؟ السيتي، وبعدها قام راح يتعادل مع ارسنال عادي لمجرد بتحصل. ان هو ديربي. ايوه ما فاهم؟ بتحصل زي هنلعب ما بقى ديربي في لندن؟ لا خلاص، هتلاقي الوضع مختلف. ايفرتون وليفربول كده. ممكن تلاقي ايفرتون واخد على وش ماتش ليفربول يخلص تعادل مثلا. دي حقيقه. 1-1 دي صح. حقيقة. صح. انا النهارده على اخبار، عارف دين هويسن عادي، اللعيب بتاع بورموث عادي يعني، مدافع عادي كويس وكل حاجه والراجل يعني ايه، الشرط الجزائي بتاعه 50 مليون واي فريق يخلص فيه. صاحي الصبح لقيت فجأة كل الفرق، اي فريق ممكن تفكر فيه بيتكلم عليه، كله مش بعيد تمام. الاهلي مش بعيد الاهلي يخش فبجد فيه. جالي حالة ذهول يعني هل يا ترى هو مفيش غيره في السوق؟ خلينا بقى ندخل نتكلم، لما نيجي ندخل نوصل لها نتكلم فيه. حلو. بعد كده ديربي لندن، ديربي لندن ايه، ديربي ايطاليا او ديربي ميلان، بتاع الكاس. تمام. طبعا بتاع نص نهائي الكاس، وهنتكلم فيه ده كمان. الكلاسيكو اللي هيبقى المفروض ان شاء الله يوم السبت، حلو. تمام، بتاع نهائي كاس اسبانيا. والنتائج بتاعت الفرق، اذا كان ريال مدريد او اذا كان برشلونه، اللي هي في اخر فتره اللي هي غريبه جدا، بغض النظر ان هم ما ضيعوش نقط، بس غريبه جدا. يكسبوا اخر ثانيه. وممكن هل يا ترى ده ياثر او في تاثير بسبب ان مفيش عمق مثلا في الفريق، ولا ان في فرق بتحاول انها تستعد بشكل مختلف على الماتشات الجايه او الماتشات وممكن المهمه. يضحي بماتش مقابل حاجه. بس ريال مدريد ما عندوش الرفاهيه ان هو يضحي، ولا وبرشلونه برشلونه. مش عايز يضحي. ما هي دي من مشكله. الاخر خلينا متفقين على النقطه صح. دي يعني. طبعا نتكلم على ارسنال وباريس في مواجهه في الامارات الاولانيه في دور الذهاب، والناحيه الثانيه برشلونه والانتر. حلو. خلي بالك، ارسنال وباريس ده واحد مخلص الدوري، وده واحد عارف ان هو المركز الثاني، خلاص هي كده كده محسومه. تمام. الناحيه الثانيه فرقتين لسه يعني بيفرقوا لسه في الدوري، برشلونه وانتر. فاهم؟ والاثنين متصدرين وممكن يخسروا دي في اي حقيقه. ثانيه. دي حقيقه. اخر حاجه الاهلي وصن داونز، والحاجه اللي بعدها طبعا الاهلي وصن داونز ده هنتكلم فيه شويه حلوين يعني. اخر حاجه خالص هتبقى المفروض يعني الكومنتات اللي احنا كنا اتكلمنا فيها مع الناس، ان هو الناس تبعت لنا واحنا هنرد عليها في كل حاجه. اخر حاجه خالص، مم. طبعا بما ان احنا بنصور دلوقتي، فالمفروض اصلا ان انت حضرتك كمان كام ساعه تكون المفروض في الماتش، ان شاء الله. بما ان حضرتك المفروض يعني راح الماتش. رايح الماتش، فاهم؟ فدي هتطلع المفروض الحلقه دي الساعه 2 الساعه 3 تقريبا، الساعه 3. فانا مش هشوفها. فانت المفروض ان انت، انا متاكد ان انت فاهم هتشوف بقى الكلام بقى ايه بكره. بس انا لويل واتفرج عليه وانا في انجز الاستاد. بقى، باخد ما لك بقاش في نت، ما تحورش. لا ما انا اروح الصبح بدري. ياه، طب ما تروح متاخر وتلحق. لا ما انا تخاف. موضوع تغيير الساعه ده مزودني. ما انا خايف ده الماتش ده يبقى 7. ده النهارده، ده دلوقتي يعني، دي كمان كمان شوية. كمان شويه، فاهم؟ فانا هيزودني يعني هنقعد ساعه زياده. أيوة. هي دي الساعه زياده ولا دي الساعه اللي احنا ما عشناش؟ لا اللي احنا ما عشتهاش. اللي احنا ما انت فاكر عشناش، ها؟ هتبقى الساعه 12 بقت 1. اه والله.
يلا بينا نبتدي. يا باشا يلا بينا. يلا بينا. كيفن دي بروين راجل محترم طلع بتصريح كده من اسبوع، قال لك لا هو انا ما حدش اتكلم معايا طول السنه، بس انا ما كانش حد من الاخر عايز يجدد لي وكده، وانا خلاص هم قالوا لي خلاص كده كل سنه طيب. حلو. خلينا نروح لها بشكل مختلف. حلو. العاطفه ام البيزنس والرأسمالية؟ في الكوره دلوقتي بنسبه 70-30 هي مايله بيزنس وفلوس. موضوع العاطفه ده ممكن يبقى فيه مثلا ايه، تنازل من لعيب وتنازل من نادي، زي ما حصلت مع صلاح وليفربول. صلاح طلب عقد كبير، 3 سنين النادي وفلوس وكل الكلام ده، النادي النادي قال قال لك لا احنا كده بنجدد سنه، قعدوا في الاخر يوصلوا الموضوع لحد ما وصلت وصلوا لسنتين. لسنتين، ومرتب اعتقد ان هو اكبر مرتب في تاريخ ليفربول. مم. ففي بتبقى تضحيه من مكان لمكان. مم. كيس كيفن دي بروين انا شايف ان هو فاهم 400,000 استرليني في الاسبوع. كده كده مانشستر بيدفع ارقام مهوله. لا هو كده هالاند بعد كده، هو بس هالاند ده بعد التجديد. ايوه انت هالاند قاعد معاك مش عارف لحد 2030 او اه 2028. لا 30. كيفن دي بروين كان في اصابه طول فيها، ما اعرفش كانت مشكله في الركبه او في بص، كيفن دي بروين جاله اصابه طويله السنه دي، ما هي دي اللي انا قصدي عليها. وجاله اصابه طويله السنه اللي فاتت. الاصابه الطويله بتاعت السنه اللي فاتت المفروض ان هو كان يبقى جاهز شهر 12. تمام. جوارديولا قعده لغايه اعتقد نص واحد علشان او اخر بعد واحد مع عشان الميركاتو. خاطر يبقى جاهز ومستعد ان هو في عنده بقى ايه سيزن عنيف. تمام. بس كان عنده فريق يشيل. حلو. تمام. فالدنيا مشيت تمام. الموسم ده لما الفرق لما الفرق اللي بعد اللي حواليك كله بينافس وكله بيطلع وكله وانت فريقك اصلا لعيبه كتير اتصابت، فالدنيا وقعت خالص. ماشي. فاهم. هو ما عرفش يرجع فورمته. انا هقولها لك. كيفن دي بروين السيتي اللي عايزه ولا دي بروين اللي عايز السيتي؟ انت شايفها كمشجع للسيتي؟ لا خلينا نقول السيتي اللي عايزه اكيد، ماشي. بس هل يا ترى السيتي محتاج الكواليتي ده بالفلوس دي دلوقتي؟ عشان اعرف ارد عليك. هرد عليك بسؤال، هل ده دي بروين بتاع 3-4 اكيد سنين؟ لا اكيد لا. انت عارف دي بروين الارقام بتاعته عامله ازاي المواسم اللي فاتت مع السيتي؟ بس دي بروين مسجل 107 جول. ماشي. دي بروين صنع 177 اسيست، م- يعني بتتكلم في 284 مساهمه تهديفيه مع الفريق. ماشي. حلو. عارف يعني ايه 284 مساهمه تهديفيه مع الفريق؟ انا عارف. يعني الفريق مثلا لو مثلا بيجيب حاجه و80 جون في الموسم، هو مثلا فدي بروين جايب لك 3 مواسم ونص اهداف بتاع 3 مواسم ونص. حلو. انا هقول لك حاجه، انت كمشجع للسيتي هقولها لك برضه سؤال. تدفع 400 او كده كده احنا عارفين دي بروين مش هيكمل، ليه ما اجيبش لعيب مكان دي بروين وادفع له المرتب ما هو بتاعه؟ ده اللي المفروض. هو ماشي. بقى بالنسبه له كانت غريبه، اللي هو ايه ده هو بيتنازل عني يا معلم؟ لا ما هو انت ماشي، ما هو كام سنه خلي دي بالك. بروين كبير مش اقول لك على صغير. حاجه عنيفه جدا، 33 سنه. اقول لك على ماشي. حاجه عنيفه جدا جدا جدا. جوارديولا عمره ما جه على فريق قعد فيه فتره ان هو بعد لما يبني فريق يعيد بناء فريق تاني. ماشي، ما هو ان انت اللعيبه فاهم دي؟ اللعيبه اللي كانت معاه يا مشيت يا كبرت. دي حقيقه. فهو كده كده لا، وهو كده كده العقد بتاعه اللي هو جددوا له عشان خاطر الراجل يبني فريق من اول وخلي وجديد. انا قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، الجاب في السنين ما بين اللعيبه في مانشستر سيتي هتلاقي مثلا لعيبه 33 35 اللعيبه اللي تحت 18 19 20. دي حقيقه. احنا ما عندنا لا اللي في النص عارف مين؟ هالاند ومرموش دي حقيقه. دي حقيقه. الثلاثينات فيما فوق او اخر 29 30. فاهم. او فيما تحت ال فوق 20. او تحت ال 20. اللي في النص هو هالاند ومرموش بس، او على فكره انا اشوف اللي حصل، وفودن يعني. المشكله اللي حصلت في سيزون في مانشستر سيتي يعني بوينت من الاسباب اللي انا بقول لك عليها. اللعيبه في لعيبه صغيره ما تقدرش تشيل المسؤوليه، واللعيبه الكبيره خلاص تحس انها جابت اكيد اخرها. اكيد. اللي في النص المفروض هو اللي يشيل، حتى هالاند لوحده مش هالاند بتاع السيزون اللي فات ولا اللي قبليه. فانا اشوف وانا يعني انت عارف السيتي اصلا بيتكلم مع مين؟ انت مع فاكر مين؟ مش احنا عملنا حلقه ميركاتو جامده جدا مظبوط. وكل حاجه؟ لقيت اصلا السيتي بيتكلم على كيركس الباك ليفت بتاع بورموث. حلو. يعني انت الى حد ما انت كده كده جفارديول عندك بتلعبه باك شمال. ما بقتش بتلعبه بقالك فتره، بس دلوقتي بتلعب باورايلي. تمام. كل ده ما عنديش مشكله. مظبوط. بس انت ليه تروح تجيب واحد؟ فاهم. وانت عندك واحد، عندك اتنين ممكن يلعبوا نفس المركز. طب ما تجيب واحد مدافع حلو انت شايف ان هو يجي منه ان هو فاهم قصدي؟ ما انا فاهمك بس ان انت واحد لسه هتجيبه تعلمه، هل يا ترى ينفع يصلح يعني
يبقى صالح معاك في الحته اللي انت عايزها ولا لا. ما هو المشكله ان بيب بيبقى عايز لعيب، يعني مثلا عايز لعيب باك ليفت بيلعب باك ليفت ومساك وممكن يلعب نص ملعب. لا لا، نص ملعب ومهاجم يعني فاهم، عادي يعني. او عايز لعيب بيلعب بقول في لك 16 ايه مركز، بقول لك ايه ماتيوس نونيز، او عايز الراجل جاب الجول تمام. الراجل اصلا بيلعب ايه؟ بيلعب في خط النص لا كان تمام، بيلعب بيلعب ايه مركز 8. الماتش ده كان بيلعب ايه؟ حلو، الراجل بيلعب باك رايت، جناح طاير. حلو. خلي بالك جوارديولا لاعب، خلينا نتكلم في حته، جوارديولا لاعب اوناي امري، اشتغلوا، فسحوا. فاهم؟ فاهم. جوارديولا على فكره قليل الادب، مدير فني قليل الادب والله العظيم، صايع صايع لا صايع. هو عارف بيلعب عمل ايه؟ كوره. عمل له حركه حلوه جدا. هو حضرتك دخل مرموش، حرق مرموش على فكره، هو بعد دقيقه 22 في الماتش قام دخله في العمق بتاع في العمق اكتر. حلو، لعبه 18 على الخط 18. حلو، ولعب قليل على الشمال بس. قام التاني قام قال لك ايه؟ قال لك طب خلاص انا هنزل ديساسيه عشان خاطر هو الشوط التاني حس ان هو حته ماتي كاش دي، لا هو محتاج واحد بيعرف يدافع. صح. تمام، بس هو نسي ان هو لسه جوارديولا ما عملش تبديلات. جوارديولا عمل تبديل بتاع دوكو دقيقه 73. بس فاهم؟ بالتالي بعد دي لما ديساسي نزل ب5 دقايق قام نزل له دوكو. دوكو ايه ده؟ ايه ده؟ ديساسي باك رايت ايه على فكره، خلي بالك هو عمل كده برضه في ماتش باريس سان جيرمان. مم. فاهم؟ بجد اوناي ايمري عنده حته ديساسي باك رايت دي عبثيه جدا. هو عايز يعني ايه، هو تفكير اوناي ايمري ان انا انا مش عايز انا. ادافع، لا مش انا انا، عايز اقفل. مش انا الفعل، انا رد الفعل. انت خدت اكشن انا هاخده بري اكشن. ايوه يعني انت مثلا إيه، نزلت لي مثلا معرف اكس وينج يمين، واللي انت نزلت وينج يمين ده مهاري جدا، اروح انزل لك لعيب يقف لك باك ليفت ما يتحركش دي وقف معاه حقيقه. مان تو مان كده. انت هتاخد خطوه انا اخد خطوه مضاده ليها. دي حقيقه. انت عارف المشكله في ايه؟ ان جوارديولا ما حرقش تبديل عشان يعمل اللقطه دي، لا هو جوارديولا حرق تمركز في الملعب. بس فاهم؟ اللي هو كانت اسهل حاجه بالنسبه له، طب بقول لك ايه ارجع تاني. فاهم؟ بس هي دي النقطه. انت شايف بس كيفن دي بروين هيروح فين؟ كلام الاكتر، هو كده كده كان فيه كلام كتير من انديه. من تمام، انا بالتالي معلومتي كان اللي شيكاغو وبتاع ومش انتر عارف ايه، ميامي. وان هو انتر ميامي، وكل الكلام ده كل الكلام ده سمعته. تمام، وكل الكلام ده بالنسبه لي كان مقنع، بس هو الراجل طلع قال لك لا انا حاسس ان انا لسه هلعب في التوب ليفل. تمام، توب ليفل ده خلينا بقى نقول حاجه. مم. هو حضرتك توب ليفل لو انت عايز تفضل، قال لك انا هفضل مكمل وبتاع، وطلع بقى الكلام بقى على ايه؟ بريمير ليج. بريمير ليج بالنسبه لي هو فريق من اتنين، انا بقول لك بقى بمنتهى الامانه يعني. ماشي. حلو، اولهم مين؟ استون فيلا. حلو. تاني حاجه دايما في اللعيب كده بيبقى عنده حته كده بتبقى بتوجعه، اللي هو الفريق اللي اترفض منه، او الفريق اللي اداله ظهره في وقت من الاوقات، تشيلسي. اللي هو تشيلسي. تمام، بس مكان تشيلسي ان هو يروح تشيلسي دلوقتي، مبدئيا خلي بالك تشيلسي فيه كاس عالم انديه. اه انا عارف. تمام، ودي بالنسبه له ممكن تبقى خطوه اللي هو بيبص لها لان هو عايز يعملها. طب ما هو في انتر ميامي نفس اكيد. الفكره. فاهم؟ ما نفس الكلام، بس هو بيقول لك انا عايز العب في توب ليفل. ممكن هي دي نقطه. ممكن يرجع تشيلسي. تمام، فان هو يرجع تشيلسي، بس مركز كيفن دي بروين هو مركز كول بالمر. مم. كول بالمر الموسم ده عامل موسم جامد جدا 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 في النص الاولاني. النص ريح التاني ريح خالص. لا هو مش ريح، هو حس بعدم ثقه في نفسه. بتحصل. فاهم؟ هي بتحصل. هل يا ترى ان كيفن دي بروين هيروح فين؟ انا مش عارف، بس طبعا استون فيلا لو هنتكلم على اللعيبه اللي احنا استون فيلا جابتها الموسم ده، هيدور على مرتبه الاول. لا هو مش هياخد نفس المرتب. خلي بالك مشيانه هيخليه لو خرج راح اي فريق في التوب ليفل عمره ما هياخد المرتب ده، انسى. واقول لك على حاجه، عمره ما هياخد 300,000. ممكن ياخدها في لو في انسى 300,000. فرنسا، ممكن في باريس. مش هي لويس انريكي مش هياخده. لا ما انا عارف. تمام، من الاخر يعني. في الاخر انت عشان تروح تلعب في فريق هتروح بقى حضرتك عايز بقى فرقه من التوب او الدوري التوب، دوريات توب، حضرتك هتروح تقول لهم انا موجود. طب حضرتك بقول لك ايه، 250,000 انا تمام. طب ايوه. بقول لك ايه 225,000 انا بقول زينه والله زينه. لا، فاهم؟ لا. والله بجد هو اصل هو هيبقى عايز يلعب. قال لي يطلع كام 3 مليون هو جنيه؟ الراجل هيبقى عايز يلعب. 250,000 جنيه. الراجل هيبقى عايز يلعب، صح. خلي بالك. فاهم؟ وخلي بالك برضو دلوقتي اللعيبه بقت بتستثمر فلوسها بره الكوره، فيشتري بقى نادي، يشتري اسهم في شركه، يعمل يسوي مش عارف زي ايه، يعمل مودريتش براند مش خد عارف مع ايه، سوانزا سيتي. حاجات كده. فاهم؟ وفي الاخر هو بالنسبه له المرتب ده اللي ايه، اللي هو يعني عادي، انا كده كده بعمل الحاجه اللي انا عايز افضل اعملها، لان من الاخر اللعيب لما بيخرج في لعيبه خلاص. كتير بتتنسي.
ايوه صح. يعني دلوقتي انت هتفتكر سواريز بيعمل ايه دلوقتي في انتر ميامي؟ لا، انت عارف اللي بتفتكره حاجه الوحيده بس ايه؟ ان هو بيشتغل عليه مع ميسي بس. ميسي. ايوه بس بتبص على الدوري السعودي من كلاعيبه موجوده هناك، ولا بتتابع فكره عشان كريستيانو بس. رونالدو؟ بس فاهم؟ هي دي ماتش الفكره. جاب كام جون رونالدو كسر. جاب جون، فاهم؟ جاب كام جون الاسبوع ده، عمل مش عارف ايه، صح. كسر ال 300 ال 930، كسر ال 940 ومقضيها كده. فاهم؟ يعني في لعيبه، بس يعني مثلا اقول لك حاجه، في لعيبه مثلا كانت توب ليفل فجاه خدت غطس وما تعرفش عنها حاجه. دي حقيقه. يعني مثلا لو قلت لك مثلا نايجولان بتاع روما مثلا بيلعب لا فين لا دلوقتي؟ لا لا، كل سنه طيب. انسى. كل سنه طيب والله. أيوة. والله العظيم ما اعرف اي حاجه. بس انا بقول لك كده الراجل ده كان ميلان انتر ميلان واسمه ايه ده، كان علامه في الدوري الايطالي. وروما، وتقريبا كانت فتره في فيورنتينا، وبعد كده ما يعرفش هو راح خلاص. فين. انا ومش عارف، مش فاكر مين لسه كانت شايف قبل ايه. الصوره دي، ما اعرفش بيلعب في الدوري الدرجه الثالثه الارميني حاجه كده، فاهم؟ كل سنه طيب. فاهم؟ لا دي بقى نعملها في تحدي، اللي هو لو جت في تحدي تقول لي لعيب لعب في الدوري الارميني اقول لك، فاهم؟ فاهم؟ النقطه الثانيه اللي ليها علاقه باستون فيلا. مم. استون فيلا الموسم ده، انا اقول لك على حاجه. الموسم اللي فات استون فيلا كان مخلص كام؟ رابع. الموسم ده ان هو يفنش تحت السادس. النص الاولاني بتاع الموسم كان سيء جدا. مم. تمام. ما- بس فاق مع الانتقالات. كان في التوب 10 8 او توب 10. بتوع، لا بتوع الدوري ابطال اوروبا. ايوه ماشي. فاهم؟ يعني دوري ابطال اوروبا شيء معوض الدوري شويه. يعني هو على فكره، بص، الفرق اللي بتيجي بتطلع رابع بتبقى من بره التوب 6، دايما بيبقى عنده حاله كده، اللي هو انا انا عملت حاجه، ما بقاش عارف اظبط ما بين الاثنين. بس انا عملت حاجه، فركز بقى في الخطوه الجديده اللي انا اول مره اروحها او بقى يعني خلي بالك نيوكاسل الموسم اللي قبل اللي فات، او الموسم اللي فات، لما اتاهلت دوري ابطال اوروبا، ما عملتش حاجه. كانت بس ما عملتش حاجه عشان الدنيا كانت صعبه قوي معاه. صح. دي كانت معاها الاي سي ميلان، ومعاها دورتموند، ومعاها باريس سان جيرمان. فرق متمرسه حلو. في بقول لك ايه يا معلم، باريس سان جيرمان ودورتموند هما الاثنين في نص النهائي بيلعبوا بعض، دورتموند في النهائي. صح. يعني ما تلومش عليه، فاهم؟ ايوه بس في نفس الوقت راح فين في الدوري؟ صح وصل. وقع مم. في الدوري. تمام. ما مظبوط. بتعرفش ان انت تمسك الاثنين. ما انا قلناها قبل كده، ما وناي بيعرفش امري كنترول. وناي امري عمل ايه بقى الموسم ده؟ وناي امري في نص الموسم لما حس ان الدنيا عنده، الفرقه دي ما تعرفش ان هي تظبط الدنيا، اهم واحد او اهم لعيبه من ضمن اللعيبه اللي في المستقبل بتاعت استون فيلا، اللي هو خوان اسمه خوان دوران، مش عارف اسمه دوران. ايه الاسم بتاعه الاولاني، بس مش ايا كان. دوران. دوران. حلو. قام الراجل جاله عقد، جاله رقم محترم، قام طلع. راح جاب مين بقى؟ راح جاب لعيبه مشطبه كوره في مطربه. فرقها مش كبيره، هي لعيبه بس مطربه وقال لك انا بس لعيبه مطربه. اه. راح جاب ماركوس راشفورد من مانشستر يونايتد، اسينسيو ماركو اسينسيو من باريس سان جيرمان. لعيبه كبيره بس تمام. مش في لا والراجل راح جاب مالن بتاع دورتموند، الراجل كان دكه وبتاع الموسم اللي فات. تمام. جاب الناس دي كلها، مع اللي عنده اللعيبه اللي بتشوف مثلا زي روجرز او واتكنز والناس دي. والناس دي بص يا باشا بتعمل ايه دلوقتي؟ لا الناس دي دلوقتي بتعمل ايه؟ راشفورد واسينسيو. راشفورد ده على فكره مقعد شوف. واتكنز، واحد من اهم دلوقتي المهاجمين اللي موجودين وعليه في خناقه. العالم. تمام. وعادي جدا لعب ماتش جامد جدا 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 على فكره. كان الاخطر عادي جدا الشوط الاول، وكان ممكن عادي جدا يكسب. واسينسيو ينزل الشوط الثاني تلاقيه بيجيب لك جون او اسيست عادي عادي، هو كده. تمام. بس في الاخر لو انت برضه هتيجي تبص على الحاله، استون فيلا لما جت قابلت مين؟ استون فيلا اتاهلت لدور ال 16. صح. قابلت مين؟ قابلت كلوب روج، طلعت على حساب كلوب روج. بعد كده قابلت باريس سان جيرمان، عملت ماتش شكله حلو، بس في الاخر ما اتاهلتش. بس كانت هتتأهل. تمام. بس ودلوقتي بتتخانق على المركز من اول الثالث لحد السابع، زي ما تشيلسي وزي نيوكاسل وزي نوتنغهام والسيتي بيتخانقوا في نفس في الخناقه. مدعكه في حلو. المركز دي. في الاخر هل يا ترى الموسم ده يعتبر ان هو موسم كويس لاستون فيلا؟ منطقيا ممكن يكون كويس مش وحش لو صعد دوري ابطال اوروبا او صعد مثلا يوروبا ليج. هو كده لازم يفنش رابع خامس ثالث رابع خامس، عشان يدخل يويفا، سادس يدخل يوروبا ليج. لو على حسب بقى، ما اعرفش هل يا ترى بقى لو مانشستر يونايتد كسبت ولا عملت ايه بقى. صعد دوري ابطال اوروبا وان هو وصل ربع نهائي، لا طبعا يبقى عمل حاجه كويسه. مش عارف بصراحه، بس هو بصراحه فكره ان هو لمع اللعيبه اللي كانت مشطبه دي وضع مختلف. مش خلي بالك ان هم كلهم اعارات مش بيع. ما انا عارف، بس مش فارقه. مش السيزون الجاي مش معاه اللعيبه دي. اسالك سؤال، اسال سؤال. هل يا ترى راشفورد هيرجع لمانشستر يونايتد يلعب كوره؟ لو انت عارف راشفورد انا بقول لك هيروح فين؟ انا بقولها لك، راشفورد مش هيكمل مع مانشستر يونايتد. ولا يكمل في اذا كان هيرجع، لا اذا كان ممكن يرجع استون فيلا،
تمام، أو يطلع وانا بقولها سعودية. لك. او يطلع السعوديه. لا باريس ولا اللعيب ده مش هيبص على فلوس على قد ما هيبص على ان هو يبقى عايز يعمل حاجه. فين بقى؟ عندي احساس ان هو الراجل ده ممكن يطلع على برشلونه عادي. احساسي. زي رافينيا يعني. احساسي احساسي جدا. وعندي احساس برضو ان ممكن هانزي فليك يديله بقى حته تانية خالص. يلعبوا في مكان فاهم؟ مختلف. يعني تخيل انت لعيب رجع يلعب كوره بجد 27 سنه بجد، كان عنده غيبوبه 4 5 سنين، وكان بيقولوا عليه جولدن بوي ومش جولدن بوي ومش عارف ايه بس على وبتاع. فكره هو قبل فتره هو كان مع تناك كان بيلعب، على فكره كان هو اللي شال الفريق شويه. يا ابني الفريق كان ملط. ماشي، بس هو اللي كان بيجيب الاجوان، هو اللي كان ايوه فرحتي يعني. قصدي كان هو اللي يعتبر اهم واحد في مع تناك. ايوه ما هو اصلا برونو المسمى فرنانديز. بتاعه ان هو اهم واحد. على فكره عايز أقولك حاجه، هو كان دكه كان اهم واحد. ايوه صباح يعني. الفل يعني. يعني شوف البوينتس بتاعته في الفانتسي سيزون اللي فات كام. كان اوفرول بوينتس، لا جاب بوينتس كتير. ما ركزتش الصراحه. لا كان جاب بوينتس ما كتير. ركزتش، بس في الاخر دلوقتي راشفورد انت بقيت بتركز عليه زي ما بالظبط مركز على انتوني، عشان خاطر انتوني ده برضو اللي كان قاعد عامل ومرجع. النحله وقاعد بيلف حوالين نفسه بالكوره، والراجل دلوقتي قاعد مكسر الدنيا مع صح. ريال بيتيس. مظبوط. فاهم؟ هتبص لها كده، هتبص لها ايه؟ فاهم؟ واورانا ده خلي بالك عادي جدا يمشي من مانشستر يونايتد يروح فريق تاني يقوم راح مكسر الدنيا، عادي يعني. هي المشكله في مانشستر يونايتد فاهم؟ اصلا. لا ما هو خلي بالك لسه هنوصل له، لسه عندنا في نقطه هنتكلم عليها. ماشي. الاحتفال بتاع جوارديولا قدام استون فيلا في الجون بتاع الدقيقه 94 بتاع ماتيس نونيز ده اعلى من اي احتفال احتفله جوارديولا، اذا كان لما كسب اليويفا مع برشلونه، اذا كان لما كسب اليويفا قدام الانتر الموسم اللي قبل اللي فات، اذا كان لما جاب ال4 دوريات ورا بعض، او اذا كان تاريخه كله ما عملش فيه نفس الاحتفال ده. ده اقول لك هو احتفل كده ليه؟ عشان هو حاسس بالضغط. انت عارف جوارديولا طلع تالت امتى؟ فهمت. في اول الماتش باين. باول موسم. في اول الموسم. اول موسم دي. مع السيتي جه يفهم الدوري الانجليزي. وخلي بالك هو اول الماتش كان ترتيب السيتي الثالث او الرابع. اول ما الماتش بدأ. كان ترتيبنا مش فاكر والله الرابع ولا الخامس يعني. بس انتوا كنتوا اللي هو كده انتوا ضامنين الشامبيونز ليج. بس لا لا بس خلي ماتش بالك. زياده. لا خلي بالك هي مش فكره ماتش زياده، هيبقى ماتش زياده بس على اسمه ايه ده، على نيوكاسل. على نيوكاسل وتشيلسي. فانا بقول لك تمام، بس انت في حاجه، انت حضرتك الماتشات اللي جايه لو انت استمريت على نفس الحاله دي حلو، ويا عم نيوكاسل كسب تمام مفيش مشكله، انت في الاخر مكانك فين؟ رابع. صح. ده اللي اهم حاجه عندي. ماشي. انا مش عايز اي حاجه تانية. وخلي بالك نيوكاسل ماتشاتها، نيوكاسل على فكره عندها تقريبا ماتش ليفربول، عندها ماتش تاني مش فاكر ايه هي الماتشات، بس عندها ماتشات رخمه يعني على ما اتذكر يعني. كاتب كتير انا. شكلي مذاكر طلع. نيوكاسل، استنى اقول لك نيوكاسل عنده ماتشات ايه، ولا انا ما كتبتش نيوكاسل ولا ايه؟ ده انا طلعت مش مذاكر قوي بقى، طلعت مش شاطر والله العظيم مش فاكر نيوكاسل عندها. بس هقول لك على حاجه. وبالتالي لسه هيلعب ليفربول. نوتنغهام عندها توتنهام وعندها تشيلسي عندها ليفربول وعندها نيوكاسل وعندها يونايتد وعندها نوتنغهام. في مدعكه ماتشات. احنا بقى عندنا ايه بقى؟ مين؟ احنا عندنا وولفز، ساوثهامبتون، بورموث، فولهام. تكسب الاربع ماتشات على فكره هتتاهل. مش انا لا انا مش بس بفكر في التاهل، انت عايز مركز تاني. انت عايز مركزك ما يبقاش في الاخر رابع. يعني خلي بالك، خلينا نقول حاجه برضو مهمه. انت النهارده فرق ما بينك وما بين ارسنال كام في الموسم الخطير اللي يعتبر ان هي على فكره عامله موسم كويس؟ ايوه. كام 6 أو 7 نقط. وارسنال كده ممكن يقع. لا مش بتكلم على كده، انا مش بتكلم عن ان هو يقع، مش فارق معايا يقع صح، بس انت في الاخر لما تيجي تحسب فرق النقط 7 نقط يا معلم، احنا كان عندنا غيبوبه سكر في النص بتاع الموسم. بس انا بقول لك انت في اخر الماتشات حتى لو وحش بتكسب، وده حاجه كويسه. انا بقول لك احتفال بيب ده ضغط. هو خلاص حس ان يعني اوضه اللبس بتقع منه، حس ان الدنيا بتبوظ. ممكن يكون هو عمل كنترول، ولما حس ان الجون ده جه حس ان هو فعلا الكنترول اللي هو عامله او تعبه ده جه فايده، فاهم؟ ولسه الدنيا فاهم هتقول قدام. فاهم. خلينا بقى نرجع بقى المرجان. انا فاكر البوينت اللي بعدها على فكره. ماشي. ليفربول. ليفربول دلوقتي بما ان يعتبر خلاص بنسبه 99.999 لان الدوري خلاص، لان هو ارسنال ده هديه في ماتش كريستال بالاس. الماتش الجاي مين اصلا؟ ليفربول.
ما مش محتاج ما بصيتش بمنتهى الامانه. يعني انا اقول لك حاجه اصل في حاجه، بس هي الموضوع دلوقتي هي خلصانه فرق جوان طب انا ممكن اسالك سؤال؟ من غير نقطه زياده. ليفربول مثلا كسب الماتش الجاي، تمام. الماتش اللي بعده عنده ارسنال، تمام. تفتكر ارسنال ممكن يعمل له ممر شرفي؟ خلينا نقول حاجه. ها؟ ارسنال دلوقتي انت حضرتك محتاج ان انت تلعب ماتش تشد حيلك تكسبه في الدوري، خلصت. انت ضامن تاني حلو. انت اللي انت محتاجه تعمل حاجه تانية خالص، تركز في الشامبيونز ليج. تركز في تشامبيونز ليج. انت حضرتك توب فور، فانت عندك نسبه ان انت تتاهل 25%. هي متقسمه مفيش حد على اعلى 4 من فرق. حد. مظبوط. تمام. والفرق حضرتك كلها عرفت. حلوه. دي حقيقه. حلو. لا وهو فرقته ابتدت ترجع لحد ما تقريبا يعني لما مين ساكا الاصابه رجع. مين الاصابه اللي عنده اتنين. جابرييل جابرييل و كهافرتز. مثلا ساكا رجع. ساكا لما رجع فرق مع الفريق هجوميا. وكيفيور عامل سيزون جامد جدا، وتمبر ولويس كيلي وساليبا عنده مشكله مبهوأ. ممكن عشان غلط في ماتش ريال مدريد، وغلط بعدها في ماتش كريستال بالاس نفس الغلطه. ما بيركزش خالص، فجأة في الكرة هو بيبصيها، او الكرة هو بيلف تفتكر بيها عشان فجأة اصابه جابرييل ما مخليها مش مركز قوي؟ ممكن يبقى شايل مسؤولية اكبر، ان هو ممكن ما يبقاش فاهم قوي يعني كبيور، بس مش عارف. بس في الاخر ليفربول عمل في تاريخه اللي عمله يونايتد 20 دوري 65% منه تقريبا آخر من سير اليكس فيرجسون. هاي 20 اللي انت عشان يعني عدلوا الدوري لو خلاص كده. تمام. تمام. هل يا ترى انت بقى شايف بقى اساسا ان انت تعرف تقارن تاريخ ده بتاريخ ده؟ اشمعنى؟ بص، انا من صغري كنت بحب اليونايتد، كنت بحب الجيل بتاع اليكس فيرجسون كله. طبعا من انهي واحد بقى، بتاع ديفيد بيكهام ولا الفتره اللي بعدها بتاع رونالدو وبتاع؟ ده وده. امم يعني مثلا انت بتتكلم من لان في قبل رونالدو وناني ده بقى وابتدى الموضوع من قبل 2005. بعد لما دول مشيوا. من قبل 2005 مثلا لحد 2008 امم 2009 مثلا، اه. اللي هي الحقبه دي. لا كان معاهم لعيبه جباره، يعني نص ملعب سكولز وفاهم. سكولز وكاريك وفليتشر وكان عنده بارجي سونج وعنده جيجز، كان عنده اسامي جامده جدا. وفاندر سار وفاندر سار وريو فيرديناند وفيديتش وقدام بقى عندك وين روني وباتريك ايفرا وجاري نيفل. قدام بقى وين روني مم. جابوا كريستيانو مم. رونالدو وبيكهام. احنا كنا ساعتها عارف احنا كان عندنا مشكله. احنا قبلها بخمس سنين بقى كنا لسه طالعين من الدوري الدرجه الثانيه، وبعد كده تأهلنا من لا كنا في الثانيه. اي تحت الشامبيون شيب. بعد كده طلعنا للتشامبيون شيب، بعد كده طلعنا وفضلنا بقى ماسكين شويه. فعلى فكره مانشستر يونايتد لو الفكره بتاعتها والاداره بتاعتها اتغيرت يعني صنفروا الدنيا كده بمعنى صح، لا هيرجع. خلي بالك، ما هم كل شويه برضه يعني كل شويه واحد يقوم داخل حاطط له 500 600 مليون جنيه، فاهم؟ والدنيا بتلوص يعني. شفت فيلم اسمه ايه؟ اوعى وشك. اه مش اوعى وشك، سوري، فيلم ثقافي. لما قالوا لعب فيكو لعب في النظام. هو ده اللي بيحصل مع مانشستر يونايتد والله فعلا. بصراحه انا عندي احساس نفس يعني الحاجه معلش، بصراحه، لان ده دليل خطا، لان انت كل شويه بتغير مدير فني. تنهاج غلط، لا هو مش، اموريم غلط. سيبك من دول، انت هاتها من الاول خالص. يرجع بقى عد بقى انت هاتها بالتالي من اول 2013، فاهم؟ وسولشاير دي حقيقه، سولشاير وفان خال ومورينيو ومين تاني، في ناس كتير جدا وجيجز، وبعد كده جه تنهاج، وبعد كده جه اموريم بقى. بس اموريم طلع الراجل واضح وصريح. الراجل يا باشا شايل الضغط كله من على الفريق، قال لك ما حدش دلوقتي يتكلم معانا على ايه، على ارقامنا في الدوري. يعني انا شايف ان هي ممكن تكون عادي. مشكله. الراجل دخل خسر ماتش وولفز باشا، صح. قال لهم انا مش واجع نفسي وش صريح، فاهم؟ يعني مركز على اليوروبا ليج. كونيا راح الراجل وولفز كسبوه، ما قال لك انا عايز كونيا ده، والكلام دلوقتي مع مانشستر يونايتد بشكل عنيف جدا، هيروح يبقى عامل زي ماركوس راشفورد بعدها بسنتين مثلا. بس على فكره اصل ده برازيلي، ما فاهم يعني؟ فده عادي يعني. انتوني بقى. النقطه اللي بعدها حلو. دين هويسن. ماشي. بص ده مدافع اسباني حلو. كويس صراحه جدا، صغير، لعيب كوره، لعيب كورته حلوه. الكلام عليه بقى بشكل في اي حته. قول لي كده اسم فريق. بيراميدز. لا مش للدرجه يعني. ماشي. نخش ريال مدريد. الاسباني. بس ريال مدريد بقى بعد لما اتكلم عليه
طلع قال لك ايه، احنا مش عارفين لسه، احنا محتاجين مدافع ولا لا. لا في عبث في ريال مدريد فسيبك منه، خليه قول لي لعيب، كويس. قول لي فريق تاني. ليفربول. اه سيتي. لا لا انا بفكر في ممكن. صاحبه اللي جنبه. ممكن عادي. ها. تشيلسي. اه ماشي. ويونايتد. ومين تاني؟ وارسنال ما شاء الله. هي جاي فين؟ ما شاء الله. على فكره برشلونه لو كانت يعني لو كانت فاهم معاها شويه فلوس كانت ممكن ترمي ممكن شويه أشرب فلوس. ميه؟ ايش ما تكسبش. ماشي. والله لو كان معاها شويه فلوس كانت ممكن تقول هي كمان انا موجوده. طب فاهم. ايه؟ حقيقه انا ما اعرفش. لو يستاهل حقيقي. يعني؟ لا هو كله شايف ان اللعيب ثمنه 50 مليون شرط جزائي. فاهم. فكله عايز يروح يحط ال 50 مليون. فاهم. تلاقي مثلا باقي ايه ريال مدريد بقى يقوم رايح فاهم. بريز انت فاهم. قعدة يقوم في رايح قال لك فعلا. بقول لك ايه انا هديك 52 ونص ونخلص. هارش انت بقى الشغل ده. خلص عقدك وبقول لك ايه انا يا باشا هديك يا باشا 5 مليون يا باشا. منها فاهم. من نظبطك. والله العظيم انا مش عارف الصراحه. بس هو في حديث هو بصراحه هيفرق جدا مع اي فريق. تشيلسي. تشيلسي اوقع بالنسبه لي ان تشيلسي بيدفع بيدفع. عن بروجكت كان وبيبني فريق. كويس جدا. بس هو عنده مشكله خطيره في ان بالمر لو ما رجعش لان ده نجم الفريق. فكره ان هو عنده كاس عالم انديه اكيد مخليها يبقى اعنف بكتير جدا من اي حد في التعاقد وفي الكلام. طب انت شايف ان يبدا السيزون الجاي بانزو ماريسكا ولا غيره؟ انا شايف ان انزو ماريسكا كان في فتره من الفترات كان التاني والتالت بتاع الدوري. واظن كان فتره الاول كمان. يكمل يعني. اه ماشي. اظن عشان كان ده فتره سؤال الاول قبل ما كان في فرقه بتلعب جه في بالاسبوع كان دماغي بيبقى هو بس. الاول. جه في دماغي بس لا السؤال لا ده. شايف ان هو كويس صراحه. خش بقى اللي بعده. انتر وميلان. اه ممكن اربط انتر وميلان بالكلاسيكو. يا ريت. هربطها لك يا يعني. ريت لان هو كده كده خلي بالك اصل دول هيلعبوا بعض. ما انا بتكلم فاهم. في كده يعني الانتر وميلان وبعد كده عندك الكلاسيكو يوم السبت. بعد كده عندك ده هيلعب ده. برشلونه هيلاعب الانتر. كده الانتر بتاع سوري انتر وميلان. ماتش الكاس 3-0 دي كارثه الانتر. طبعا كارثه. طبعا ومش وقتها. انت خلاص الماتش الجاي يعني هتتكلم ماتش خلاص الماتش الجاي ماتش يفرق معاك في الدوري. الماتش اللي بعده ماتش مصيري. حياه او موت. مصيري. فان انت تخسر 3-0 ممكن على فكره الماتش بسبب نتيجه ماتش الكاس ده يخسر الدوري ويخسر الشامبيونز ليج. ده حقيقي. انت عارف الفكره في ايه؟ ان الانتر 3 ماتشات يضيعوا له الدنيا كلها. يعني ايه؟ يعني ماتش الكاس ده ماتش في الدوري ماتش الشامبيونز ليج. ماتش تشامبيونز ليج دور الذهاب عادي. خسر الكاس. برشلونه 4 ماتشات عشان فرق 4 نقط ما بينه وبين ريال مدريد. صح. فاهم. ماتش دوري ماتش الشامبيونز ليج. ماتش الكاس سوري ماتش الكاس ماتش دوري ماتش تشامبيونز ليج ماتش دوري. ايوه. تبقى راحت. فاهم. فهو الفكره ان انت محتاج ان انت تركز في الباكج. ده فريق مصيري يعني ده عنده 3 ماتشات مصريه وده 4 ماتشات مصريه. خسر واحد ممكن فاهم تكر بقى معاه. دي حقيقه. تكر تفتح معاه ده نفس الكلام. المشكله ان يعني هقول لك حاجه الانتر بيعرف يدافع. برشلونه بيعرف يهاجم ما بيعرفش يدافع. ما بيعرفش يدافع خالص. اكبر خالص. دليل على كده ماتش سيلتا فيجو. كارثه كسبوا فاهم انا كل اللي صعبان على حاجه واحده بس. ايه الايباد اللي اتكسر. لا والله انت عندك مشكله في القصه دي. ماشي. انا انا لسه شايفها منك اصلا. انا ما كنتش مركز. لا الموضوع طلع ترند وبتاع قال لك لابورت هيقول له يا ابني احنا مالناش فلوس كسرت الايباد. لا ما الراجل بقى يطلع يدفع من مرتبه. اللي انا شايفه مثلا ايه. انتر لو لعب بكلاحه دفاعيه ماتش هيبقى صعب على برشلونه على فكره جدا. هو اصلا انتر كده كلح دفاعيا. لا اللي هو ايه هيدي كل برشلونه العب وانا كده هدافع براحتي. هو خلي بالك هيعمل كده ده اللي هيحصل. وهلعب على التحولات الهجوميه وهلعب على السرعات وعلى والهجمات فكره المرتده. على فكره هو الضغط العالي بتاعه بيبقى دمه تقيل جدا. لان هو لما بيجي يضغط ما بيضغطش بمهاجمينه. يقدر بنص ملعبه. لا بيضغط بمدافعينه. ده اصلا وبيرحل نص هو الدفاع بتاعه هو اول خط دفاع بالنسبه له هو يوسف. المدافعين. حلو. فاهم. يعني هو بيدافع من اللعيبه بتاعته. اللعيبه بتاعته المدافعين بتوعه بجد بيبقوا قدام. فاهم. بس هو لا بصراحه يعني مثلا كورنر اتلعب حلو. للانتر. حلو. اللعيبه دي ما بترجعش. تفضل واقفه لحد مثلا ما يعملوا بيلد اب ونضغط عليهم. حلو. صباح الفل. بس ولعيبته برضه بتعرف تلعب كوره. وخلي بالك فريق دمه تقيل. دمه تقيل جدا. ونتيجه الميلان دي ممكن ما تبقاش مقياس يعني. انا بصراحه حاسس ان هي مش هتبقى مقياس صراحه خالص. كسبان بايرن يعني. لان خلي بالك كنت ساوي ارقامه الى حد ما كانت وحشه. بقت كويسه. والدنيا ابتدت تمشي معاه شويه خطوه بخطوه. حلو. وعلى فكره خلي بالك الدوري برضه انا شايف ان الدوري الاي سي على ميلان فكرة. انا شايف ان الاي سي ميلان مفوق جدا الموسم ده. لا على فكره وروما
ماشي، بس ميلان الموسم ده مش ألطف بعد حاجة. رانيري يعني. مش ألطف حاجة يعني. حتى لو مش الطف حاجه، انت لو انت تحسبها فتره مدير فني جه في وقت غريب جدا، راح كسب كاس، فاهم؟ بعد كده لاعب يعني الديربي التقليدي او الغريم التقليدي بالنسبه له في الديربي، في نص كاس تعادل 1-1، بعد كده مكسب بس خلي 3-0، بالك أصلا يوصل نهائي لاعب بولونيا اظن بنسبه كبيره، لان بولونيا كسبان 3-0 في امبولي في الذهاب، فبنسبه كبيره خد بطولة. مش شرط بس احتمال، فاهم؟ فشكلها هو الراجل بيلعب حاجات اللي هي عارف انت الصغيره كنت ساو، اللي هو اخد كاس، عارف مشوار صغير، اللي هو ايه، يعني هبص على الشورت تيرم ان انا على الاقل اخد بطوله او فاهم؟ بطولتين. عارف انت لسه بقى انا معايا فاكر انت مشوار طويل. فاكر انت تنهاج الموسم اللي فات قال لك انا اكتر مدير فني واخد بطولات بعد جوارديولا، مم. فاهم؟ كان واخد 2 كاس ايوه. من الاخر ولا 3 كاس، حاجه عايزه بس هو 2 كاس وواحد تقريبا كوميونتي شيلد، حاجه ضحك يعني. هو قال لك انا كده كده مش هركز على البطوله الكبيره اللي انا عارف ان انا مش هاخدها. من الاخر، فركز من بقى الاخر، على الحاجات اللي تحت. من الاخر. لو هندخل على النقطه بتاعت الكلاسيكو، مم. بص ممكن احط عنوان للكلاسيكو: قول. عيان بيلعب ميت. بس ليه يا عم هتقول على برشلونه عيانه؟ انت ليه عشان لا اكيد كده كده ريال مدريد هو اللي ميت. برشلونه عيانه ان برشلونه عندها فعلا مشكله دفاعيه رخمه باينه. بس دي كانت من اول الموسم. ازاي بانت قوي اخر الماتشات؟ يعني ماتش دورتموند، ماتش سيلتا فيجو، في حاجه غلط. خلي بالك يعني لو هتبص برشلونه بيكسب بالعافيه، ريال مدريد بيكسب بالعافيه. عارف. هيلعبوا بعض محدش فيهم هيكسب. لا ما هو خلي بالك، ريال مدريد فريق ما بيعرفش يدافع، ولا برشلونه فريق بيعرف يدافع. ولا برشلونه فريق بيعرف يدافع. يبقى ماتش فيه جوان بس كتير. بس برشلونه فريق هجوميا اقوى من ريال مدريد وريال مدريد عنده غيابات برضه. في نفس الوقت. على فكره انا مش عارف بالدي جاهز ولا لا بصراحه، ده كده كامافينجا خلاص شكرا. والابا، فاهم؟ شكرا. بس انت لو انت بتتكلم على اخر ارقام، خلي بالك اخر كلاسيكوين 4-5، اه لا، الكلاسيكو الاخير كمان بتاع الكاس ده كان كارثه. فاهم؟ وكده كده لسه فاضل كلاسيكوين تانيين، لسه هو لسه الكاس ولسه ولسه الدوري. الدور التاني بتاع الدوري. فلو انت عارف هتيجي تتكلم، اللي هيكسب الماتشين ياخد البطولتين. ده هتبص لك لا كده. كده وارد. كده 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 اللي هيكسب ماتش الكاس خد الكاس. هو فرق 4 نقط فوارد. انا بقول لك لو ريال مدريد كسب ايه. تخيل انت عارف انا مش قادر اصدق ايه، مم. ان ريال مدريد بعد الكحوله اللي الكحوله في الموسم عادي جدا ممكن ياخد الدوري عادي. يعني ريال مدريد وارد. ارقامه، انا كل ماتش على فكره بشوف ارقام ريال مدريد، لو انا حتى ما اتفرجتش على الماتش صح. بشوف كده كده ارقامه وبشوف الهايلايتس، فاهم؟ على فكره ريال مدريد في ماتشات كتير وقعها، بس برشلونه كان في فتره عبث كده 5 6 ماتشات ورا بعض اخد الزحليقه دي، او اسوأ حاجه في الكوره. صح. لما بتاخد الزحليقه، ماتش بيكر التاني بيكر التالت بيكر الرابع، بتفتح ما معاك. بتبقاش عارف تقفلها امتى. اول لما بتقفل بتبقى لازم دايما تتقفل بماتشين مش بماتش واحد، ايوه لا، فاهم؟ تكسب ماتشين ورا بعض ده لازم. عشان ترجع الثقه. احنا كنا اصل انا هقول لك، انت احنا مجرب. حصلت معانا، احنا حضرتك كنا 11 ماتش ولا 12 ماتش كسبانين ماتش، ايوه انا فاكر حاجه زي كده. كان في فاهم؟ نص الموسم انتوا دخلتوا خدتوا لا لا كام لا ماتش كنا ورا بعض. بنلعب فرقه اصلا متخيطه ورحنا كسبناها، فاهم؟ كانت حاجه حزن يعني. انت شايف يعني كده كده ريال مدريد وحش قوي. ريال مدريد في اخر ماتشين يا معلم كسبان اتلتيكو بالباو، ماتش صعب جدا الصراحه، بس فالفيردي جون فالفيردي جون سينمائي. الواد ده بيجيب جول حلو قوي. هو الواد جوانه ده كلها حلوه. بقول لك ايه، شاط برضو واحده برضو قدام ارسنال دمها تقيل، هو كده كده اي شوطه هو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله رجله احلى لعيب انا بشوفه بيشوط الشوطه في الفتره دي كلها. فكرني عشان في حد هربطها بصن داونز. ماشي. بالشوط. وعندنا بالشوط. وعندك الماتش تاني كان ماتش ريال مدريد وختافي 1-0 اردا جولر وشكرا. بص. مع خلي بالك برضه ما اقول لك بقيت ارقام ماتشات برشلونه 4-3 قدام سيلتا فيجو، بالعافيه. 3 كور مهاجم سيلتا فيجو بيضرب الدفاع بتاع برشلونه من بس تروهيه بتترمي من قبل خط النص. تشيزني اللعيب تشيزني كان وحش قوي عشان بس الجول الاولاني هو بصراحه، بس كده كده خط الدفاع كارثه. تمام. الماتش التاني حضرتك احنا هنتكلم عليه ماتش مايوركا، برشلونه كسب جاب جون بداني اولمو وخلاص. شكرا. الاربع ماتشات اذا كان 2 لدول و2 لدول فرق جون على المكسب، هقول لك واخد 3 نقط بفرق جون. يمكن تفكير لعيبه برشلونه على الشامبيونز ليج
هتقول لي لا، اقول لك هم مركزين على الشامبيونز ليج. لعيبه ريال مدريد كده كده عارفين ان انشيلوتي ماشي. مم. هكبر دماغي، انا كده كده مكبر دماغي ان انا هسمع كلامه ليه، هو كده كده ماشي. مم. يعني هات لي لعيب متاكد ان انشيلوتي مكمل. مم. مفيش حد فاهم اللي هو ايه، انا هكمل الموسم ده، قضيت واجب. دي حقيقة. عندنا كاس عالم بقى، نشوف مين اللي هيجيبنا كاس العالم مم. وخلاص، هي كده كده مش فارقه معانا. شايف دي وجهه نظري. شايف كلاسيكو كام؟ لا مش بالمنظر بتاع حالتين الفريق دي صعبه حددها. ماشي 3-1 لمين؟ برشلونة. الماتش ده ممكن يخلص تعادل ويخلص ضربات جزاء بقى. ماتش السيتي ونوتنجهام. بتاع الكاس. اه لا السيتي يكسب ياخد الكاس. كام؟ ده نص النهائي لسه. 2-1 او 2-0. انا برضو 2-1. برافو. احنا كده مش هيطلع 2-0 دي نساء. الولا مرموش هيجيب جول. مرموش. فكر استنى. واورايلي هنشوف. ماشي. في نقطة ما كنتش محضرها بس يعني افتكرتها. اتفضل. الاستحواذ بتاع اخر المباراة اللي قبل الأخيرة أنا اتفرجت عليها في الدوري الإنجليزي. لا سوري، مش المباراة اللي قبل الأخيرة، المباراة بتاعت يوم الاثنين. كانت نوتنجهام وتوتنهام. نوتنجهام فاز بنسبة استحواذ 30%. عادي. تمام. لاعب صن داونز هناك، صن داونز وصل ان هو استحواذه كان حاجه و80%. الماتش لسه عادل، فمش الاستحواذ مش لا نسبة الاستحواذ بتاعت نوتنجهام الموسم ده هي نسبة الاستحواذ بتاعت 20 على الدوري. لا تتعدى الحاجة 30%. ماشي، بس هو في فرقه بتعرف تلعب الكوره معاها يا معلم احنا مركزنا الأول. فاهمك على حاجه، في فرقه بتعرف تلعب وتكسب الكوره معاها. ما انا عارف، بقول لك احنا مركزنا الاول، احنا خسرنا منهم وهم كانوا احنا اللي ماسكين الكوره عادي. وفي فرقه بتعرف تلعب وتكسب الكوره مش معاها. دي حقيقه. بس دي حقيقه والله، بس هي حاجه حزينه يعني. بس ده دليل على الكره السريعه ولا ده دليل على ايه؟ خلي بالك برضه ليستر سيتي فريق اخد دوري. بس انا زعلان على حاجه. جيمي فاردي. اه دي حقيقه، هي حاجه تضايق بصراحه يعني. يعني هم صعدوا انا شفت الخبر اصلا وهو طلع الراجل بيتكلم ولا كان هو فيديو. عقد اسطوره النادي بس ليه انتم مش ماشيين؟ لا هو خلاص كتر خير الدنيا، 37 سنه برضه. طب ماشي، كان يعني على الاقل يبقى معاهم السيزون ده. هو كده كده يعني انا كده كده متاكد ان هم هيصعدوا وهيهبطوا تاني. لما ده كده هو خلاص عليه. مش ايوه فارقه لا هم محتاجين رانير يا معلم. من الاخر يعني. هو الراجل على فكره الراجل ده خلي بالك، الراجل ده اخد دوري بلعب باداء دفاعي، بيلعب دفاع بس. أيوة. بيلعب هجمات مرتده بس كان معاه يا عم فاردي ومحرز وكانتي وكل الكلام ده على عيني وعلى راسي، ما عنديش مشكله. بس انت في الاخر بتاخد بطوله وانت بتلعب دايما بالاسلوب المختلف عن البطوله. طب ماشي، ما ايطاليا خدت بطولات بالمنظر ده. المنتخبات وضع مختلف. ماشي منتخبات دي يعني كاس مش دوري. طيب ماشي تمام فاهم. ايه يعني ايه يعني انت بتلعب ماتش بماتش، يعني اللي قدامك عايز يكسب حلو وانت مش عايز تجيب جون. هقول لك بطريقه مختلفه. انت في فاينل بطوله، تمام، تلعب ماتش حلو جدا وتخسر، ولا تلعب ماتش دفاعي وفاهم وتشوط عليك كور كتيره وبتاع وتكسب؟ ايوه حبيبي ماشي، ما هو ده على حسب نوع البطوله. الدوري مش سهل انك تعرف تعمل كده ماشي. لان انت عادي يا عم فريق انت بترمي له الكوره. طب والله اقول لك على حاجه، انا كمان رمي لك الكوره، مش هنلعب بقى الماتش يخلص 0-0 ماشي في الحاله دي. فاهم ده المنطقي. فاهم الماتشات بتاعه الكاس او نوك اوت والكلام ده، ماتش اللي قدامك لازم يكسب. فاهم. انا وصلت النهائي اسمه ايه ده اكسترا تايم قدام مثلا ايطاليا، مثلا لعبتهم بنالتيات، ما ينزل ياكلني طبعا. فاهم قصدي. طب ما هي دي الفكره. ما هو خلي بالك على فكره برضو، ما ايطاليا دي كسبانه اسبانيا ماشي من 13 سنه في اليورو. سوري مش من 13، اليورو ده كان امتى؟ 2016. 2016 تقريبا. 9 سنين ولا مش فاكر والله. انا الدنيا وقعت من ايا كان. حلو بكده. وعلى فكره كسبانه المانيا. ماشي انا معاك، وانا بقول لك لا الاداء الدفاعي ماشي، ما هو جزء من كره القدم يعني. فاهم ماشي ايا كان. انا مش هتتفرج معاك في الجزء ده ماشي. لان انا بصراحه حاسس ان الكره الحديثه هي اللي انت ما بتمسكش كوره تمام، وهي ان انت بتلعب على التحولات. بتلعب ماتش ما بينك وبين اللي قدامك عادي، الاستحواذ 50-50 عادي ومفيش مشكله. بس انا في الاخر انا الجون بتاعي هيجي في 3-4 باصات، وانقل الملعب بسرعه
وارمي الثروهايه ثرو لوب في ظهر المدافع وواحد يجري مع واحد وبتاع، والجو ده امتع بكتير جدا واصلح بكتير جدا من فكره ان انا العب قدام يعني بفرقتي العب استحواذ صرف. لان هي فكره الاستحواذ الصرف دي اللعيبه كلها بتفضل واقفه ورا قاعده مستنيه ان انت تغلط، الغلطه هتغلطها كده كده في الماتش اجباري. طب انا هقول لك، هياخدك انا هرد عليك هياخدك يجيب فيك هرد جول. عليك بجمله بسيطه. في فريق السيزون ده بيلعب كوره حلوه في العالم كله، برشلونه. كوره حلوه حلوه كامله، دفاعا وهجوما. لا. بس الانتر. وممكن من بعيد شويه باريس. ما بتعرفش تحكم عليه عشان بيلعب دوري فرنسي. ماشي، انا بكلمك بقى، انت كنت بتتكلم في كل دوري خلي بالك، خلي بالك دفاع باريس مش احسن حاجه. ماشي. واكبر دليل على كده اتفرج دايما على مين المان اوف ذا ماتش في الماتشات بتاعت باريس، هتلاقي دايما دوناروما. ماشي، انا هقول لك حاجه. زمان يعني مثلا من 3 4 سنين او قبل الكورونا تحديدا، كنت هتلاقي في كل دوري فرقتين ثلاثه بيلعبوا كوره حلوه حلوه حلوه، دفاعا وهجوما وكوره كامله. ده مفيش مؤخرا، فانا بقول لك ان انت، انا فاهم قصدك. مؤخرا مبقاش فيه حتى في كل العالم، في اوروبا لا وحتى. بس ده عشان الموضوع محتاج بادجت، صح؟ مش بادجت، تحس اللعيبه اللي اللعيبه طالعه، اللي قيمتها عاليه قوي محتاجه ان انت تدفع فلوس فيها كتير قوي، فانت مش هتعرف تعمل كده واللعيبه اللي طالعه بقت بتلعب، يعني طالع حافظه تاكتكس، مش موهوبه. يعني فاهمها لك ازاي؟ زمان اللعيب تحس انه كان بيلعب بدماغه. اه. وصلت لك النقطه دي؟ اه بس خلي بالك اللعيب دلوقتي بقى محتاج ان هو يعمل حاجات كتير قوي اكتر من مركزه. صح. فاهم يعني؟ قبل كده الكلام طلع، فاكر انت اخوه فيليكس لما طلع اتكلم قال لك انا وقتي انا جيت في وقت غلط في الكوره. صح. اللعيب ده جامد جدا، ممكن كان يلعب في فتره من 10 سنين انا قبل بتكلم في قبل كده. ما الكوره ان هو يبقى محتاج ان الوينجر يكون بيدافع ما هو انا بكلمك في كده، بيقدم التاكتكس الدور بتاعت الدفاعي 100% التاكتكس بتاعت زي الدور المدربين الهجومي. حجمت، يعني حجمت. تعرف مين اللي عمل كده في الكوره؟ بيب. هم؟ اه دي اه حقيقه. والله فاهم. دي حقيقه. انت عارف مين الوحيد اللي خرج من تحت ايده؟ مش ده. ارتيتا. لا مش كمدير فني. اه مين؟ هو ميسي. اه بس حلو. انت عشان عارف ميسي. انت عارف مين اللعيب اللي مشي عشان مش عايز ده؟ مين؟ بالمر. اه فاهم؟ بالمر ده ما ينفعش تقول له تعمل ايه، هو هو مشي عشان دي. ايوه فاهم. فاهم؟ وخلي بالك، انا كنت اللي ممكن كنت احسه كده كان فودن. لا بس فودن. فودن عبيط شويه بس. فودن اداء الموسم اللي فات احسن لعيب في السيتي الموسم اللي فات. اه فعلا. ما فيهاش كلام يعني. وخدها فعلا. ما فيهاش نقاش. الموسم ده ما بجاش. لو هتكلم عليه في ترتيبه في اللعيبه، التاسع مثلا 99 مثلا. العاشر. فاهم؟ كارثه يعني. ارسنال وباريس توقعات في ماتش ولا؟ الذهاب. توقع. لا ممكن يبقى ارسنال فرق جون مثلا. الماتش معاك هيبقى صعب على فكره. معاك على فكره، نفس الكلام، نفس فرق الكلام جدا. 2-1 بقى، 1-0، 3-2 الشغل كده. انا معاك جدا الصراحه. انا عندي احساس ان ارسنال مثلا ممكن يخلص الماتش مثلا 2-1. مم. الماتش ده مش هينفع ما يبقاش فيه. لازم في جوان. كده كده باريس هيجيب جول. اه برشلونه بقى والانتر. بص، انا شايف ان الماتش ده يا 0-0 يا 1-1، 2-2. بص، بس الاغلب هيبقى ماتش فيه جوان، بس مش برشلونه مش هتكسب والانتر مش هيكسب. انت عارف انا شايفها بحسبه، ما اعرفش ازاي الصراحه والله العظيم بجد. يعني الانتر الماتش ده مش هيخلص تعادل سلبي. مش هيحصل. بص كده كده مفيش كلين شيت تمام. الماتش ده. كده كده برشلونه مش هتعمل كلين شيت، انسى. برشلونه هتجيب اجوان او هتجيب جون. مم. تمام. الانتر مش هيدخل فيه اكتر من جون. مم. تمام. الانتر كده كده هيجيب جون. ايوه. حلو. منطقي بالنسبه لي ان برشلونه يكسب، بس مش عارف ازاي برشلونه يكسب بنتيجه 1-1 من الاخر يعني. عارف انت الحسبه انا دي فاهم. يعني؟ فاهم؟ انا بقول لك مع ان على فكره كده كده الانتر اقوى، بس انت في الاخر بتلعب في برشلونه. ماشي، انت بتلعب في اسبانيا وكل حاجه، بس انا بقول لك، طب ما على فكره، ما هي كانت بتلعب في المانيا وكسبت بايرن برضه. اه مش مقياس، خلي أيوة، بالك، مش أيوة. مقياس بس خالص. انت فكرتني عامه، انا تصدق انا لما اتبسطت. مش مقياس. خلي بالك انا عايز اقول لك حاجه، انا مش من محبين. يعني انا لما كنت بتفرج على الدوري الايطالي كنت بحب جدا 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 فتره كده. مش عارف اصلا ممكن يكون بيتفرج علينا، ممكن يكون يعني عاشها ولا لا. بس هي فتره الديلي، مم. ديل بيرو كاميرونيزي ونيدفيد وتريزيجيه وليليان فترة تورام والناس دي وادجار ديفيدز. دي كوره معانا. اللي هي مثلا بدايه الالفينات مثلا. هي 2002 و2003. لحد 2007 دي كانت فتره ممتعه جدا 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 لحد ما نزلوا درجه تانية.
إيه؟ والفرقه دي كلها العيال دي كلها مشيت واللي اعتزلوا. خلي بالك انت كان عندك اليوفي وانتر وميلان ثلاثة وروما من بعيد شويه، الثلاثه الاربعه دول كانوا بيدبوا في بعض. ايوه كان بيدبوا اقوى في دوري بعض، في العالم. بيدبوا في بعض كان اقوى دوري في العالم، ما حدش ما فيهاش كلام يعني. خلي يعني بالك الدوري الانجليزي اتروج صح بعد 2010 مثلا. آه... بعد لا 2010. لا 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 اقول لك على حاجه. ها؟ من اول رونالدو. ماشي من ماشي اول رونالدو ماشي من ماشي. اول رونالدو الوضع مختلف. من اول رونالدو بقى، والفكره بقى بتاعت الحته بقى بتاعت هو انت هنا دي. عارف انت عارف ان بالنسبه لي كان الدوري الانجليزي امتى كان حلو؟ في بدايه الاي ار تي والجزيره لما خدته، لما كان فاهم. ما هو ده 2005. ما انا بقول لك في بدايه كانت هي كده اللوجو بتاعهم كان فرقتين تحت بعض بما انك بقى دلوقتي الناس ممكن تكون بتتفرج حلو، وانت في الماتش دلوقتي قاعد في الاستاد، ماشي. النتيجه حلوه واداء حلو. واداء حلو حلو، بس الخوف من النتيجه اللي انت شفتها والاداء اللي انت شفته ان ممكن يكون ليه انعكاس. على فكره انت اللي كنت متفائل، انا كنت متشائم. ايوه. تمام. واتصدمت بعد الماتش. وعلى فكره بقى اقول لك على حاجه، مم. اتبسطت جدا من الاداء. في ناس كتير طلعت انتقدت الاداء. وواحد صاحبنا جدا بيتكلم معايا بيقول لي بس دي مش شخصيه الاهلي. قلت له انت افرق يعني ايه شخصيه الاهلي؟ طب ماشي، ما نزلت لعبت شخصيه الاهلي قدام سان داونز انت نزلت من لعبت سنتين. كره دفاعيه، غيرت شكل دفاعك. من سنتين. تمام. وانت اللي كنت اخطر. من سنه، ما هقول لك من سنتين الاهلي لعب سان داونز نزل يهاجم 5-2. 5 5-2 ولا 5. هقول لك على حاجه. فايلر لما لعب موسيماني في صوره كمان عايز اوريها لك ولا ايه عشان انا كان مش عارف دي حقيقه ولا لا. لعب 1-1، كان ماتش 1-1. مم. لما تعادل 1-1 كان بيلعب برامي ربيعه قدام السنتر باكين عادي. الصوره دي حقيقيه. لا ايه احلف. ايه والله. والله. ايه والله. بس دي تبقى صدمه. لا مستحيل. صح. مستحيل والله. بس في تصريح اتقال على الحوار ده بقول لك بعد الفيديو. انت عارف المشكله في ايه؟ يعني قال لك ان انفانتينو اهلاوي. قال لك حاجه ثانيه. قال لك النجمه دي اصلا عليك. متاخده من عليكم. لا فاهم؟ ايه ف ماشي. لا انا ممكن اسالك سؤال. مم. تفتكر كولر هيمشي احنا قدامه طريقتين، انه لا يكون فاول بصراحه. عامه قدامه نفس الطريقه بتاعت الماتش بتاع اللي الذهاب. تكسب والعبه ماتش الذهاب. ولا انزل اكسب. انا خايف من ان أنا انزل اكسب دي. ان هو ارجع العب 4-2-3-1. انا خايف منها. انا اشوف العب بنفس تشكيله ماتش الذهاب ما عدا حاجه واحده بس. طاهر حط مكانه بن شرقي. عشان يبقى عندي حلول هجوميه بن شرقي وامام وجراديشوار. 3 قدام، نص الملعب معاك احمد رضا ومروان عطيه. سان داونز الاخطر كان يمين ولا شمال؟ عامه خطورته اكتر. من عمق الملعب. انت بس انت كده كده مقفل عمق الملعب. انت بتلعب انت هقول لك انت على حاجه. بتلعب. ماشي، ما ده اللي خلاك تتعب. انت قلت لي فالفيردي من احسن لعيبه اللي بتشوط في العالم. دي حقيقه. انا احسن لعيب بيشوط في افريقيا بالنسبه لي مكوين. مكوينه. ابن لذينه. يعني الكره اللي كانت في الماتش اللي فات، اللي شاطها اللي جت فوق العرض دي، هو بيشوطها انا خايف. فانت قفلت عليهم خطورتهم من عمق الملعب. مم. كده كده صن داونز مش زي بتاع السنه اللي فاتت. وكده حقيقة. كده يعني كاردوزو اللي هو كان بيدرب الترجي وبيدرب صن داونز دلوقتي، مدرب عارف اللي هو ايه، محفوظ او دماغ يعني ما عندوش حلول. يعني هو مم. حلوله معروفه، اللي هو انا اجمع لعب هنا باصات هنا والعب. السنه اللي فاتت الاهلي تعادل مع الترجي هناك في الفاينل 0-0 وكسب هنا 1-0 والماتشين كانوا اوحش من بعض. انا بقول لك اللي هيحصل السيناريو زي ده بكره ان شاء الله. لا يا لا رب هيكسب. يا رب انا متفائل، ما اعرفش ليه. يا رب. نفسي الصراحه. يعني انا كتبتها. تعرف تبقى جامده قوي بصراحه. كتبتها على تويتر والتويته دي اتشافت من ناس كتير قوي. كتبت الماتش اللي فات كان ماتش كولر واللعيبه. ماتش العوده اللي هو الجمهور. ماتش الجمهور. خلاص. تعرف الفكره في ايه؟ انك تكسب بس في الطوسه. حلو. وتبدا ماتش شمال ترمي لا ترمي الجون بتاعهم ناحيه شمال. على ثالثه شمال. ما انا بقول لك على فكره احنا دي حضرناها في اذا كان مازيمبي والترجي ولا اذا كان الترجي. صح. تمام؟ لا بس في مازيمبي لا مازيمبي جول. لا مازيمبي الشوط الثاني هو اللي كان كده. وكسبنا. وانت كسبت على فكره. الاجوان من عليه. الثلاث جول من عليه. خلي بالك انت الجون وقعت الكره من ايده اذا كان في مازيمبي ولا اذا كان الترجي. فماميتش في فاينل. وقعت من ايده. وقعت من ايده. فاهم يا معلم؟ انا حسيتها والله العظيم اقسم بالله. انت فاكر احنا رحنا ماتش والله هو فكرك بقى. هقول لك على حاجه. احنا رحنا انت ماتش لو معاك مازيمبي. حاجه مكبره عادي جدا ممكن تلاقي الجون الشورت يتبل. والله انا مش بهزر، انا بتكلم بجد. الموضوع يخوف يعني. ماتش مازيمبي احنا رحنا متاخر لو انت فاكر، واحنا بنركن العربيه احنا كنا سامعين من بره، سامعين صوت الجمهور. دي حقيقه.
دي حقيقة. فانت مالك دي واقف حقيقة وراه، انا فاكر، دي حقيقة. وبعدين انا رايح يعني. ايوه ما انا عارف، ما هو كفايه ان انت رايح. لا تقلقوا. لا انت كفايه انك رايح، الصراحه دي حاجه مهمه. توقعك بقى. انا مش هستوقع. ماشي. انت ما بتحبش توقع السؤال. لا ما انا كنت متشائم، فجات النتيجه كويسه. حلو، انت كنت متفائل انت تتكلم، انا ما اتكلمش، انا ماليش في اه الكلام. لا، 2-3. تمام. دي حاجه. 2-3 اخر حاجه بقى، كومنتات. يا رب يا رب نكسب يا رب. يا رب نكسب. شايف ان بيراميدز هيكسب. بس انا مش عايز العب بيراميدز في الفاينل خالص، عشان ليه؟ مش طالبه وجع انت بطن. انت كويس انك تلعب مش طالبه وجع بطن بصراحه. انا اخر ماتش فاهم كنت متوتر توتر جامد، كان ماتش الاهلي والزمالك، فمش عايز اعيد نفس الفكره مع بيراميدز يعني. اقرا عايز ماشي. تقرا انت، تعالى انت. بيقول لك مبروك. عشان ماشي. الصراحه النظر مش احسن حاجه. ابن الجنوب العربي، مبروك اخويا لطيف الفرحه لدرجه طار مني النوم. ماشي. والله اقسم بالله تقول له وحياة ربنا. لا لا، ما هو انا عايز اقول لك الحاجه، انا اليوم ده مثلا نايم الساعه 5 الفجر. يا ما انا عارف حاجه زي كده. في حد اسمه محمد ب 3 س 5 ق 2 اس تربيه، انا بهزر. بيقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك والله، الدنيا كانت صعبه والله بصراحه. سيتيزن 5 4 5 8 بيقول لك مبروك. الله يبارك فيك. لا انت بقى يعني ايه المبروك دي، ماشي. احنا نقول لهم كلهم الله يبارك فيهم في احمد فرانك بيقول لك الحمد لله فوز، بيقول لك الحمد لله على الفوز الان جدا مهم. ده. اقول لك على حاجه، مم. ده اهم ماتش في الموسم، ده الموسم كله ده اهم ماتش فيه، عندك هو وماتش ايفرتون. جوما ابراهيم ولامين يامال واسماعيل مراز باين بيقول لك، هم بيقول لك مبروك، وبيقول لك مبروك وان شاء الله الناس دي يا ابني، الناس دي انا كنت انا تعبت على فكره. عايز اقول لك حاجه، الماتش ده وماتش ايفرتون الاثنين. وجع بطن. اه. حد اسمه السايس بيقول لك دوري القناه والكاس بتوع القناه في الفانتزي الجوائز بتاعتهم ايه؟ حلو، انا بقى الموضوع ده كنت عايز اتكلم فيه. آه المفروض ان انا كنت عملت محتوى عن فانتزي في اول الموسم، وقلت ان احنا عايزين نعمل رقم كبير، ان يبقى عندنا عدد ناس كتيره في الدوري، وان احنا نعمل محتوى وبتاع، وان احنا نبتدي نتكلم وكده واللايفات وكده. بس للاسف ده ما حصلش، وده كان تقصير مني جدا. وللاسف الجزء الثاني ان احنا اصلا حتى العدد بتاع الدوري ما كانش كبير خالص، ما كملناش حتى 70 واحد حاجه كده يعني. فدي غلط مني، وانا بعتذر لكل واحد دخل الليج وكان عامل حسابه على الحته دي، وانا المفروض ان انا كنت حتى اطلع اتكلم فيها بدري. بس انا المفروض ان انا كنت اعمل الكلام ده بدري، بس ده كانت غلطه مني يعني، او عدم يعني تظبيط الوقت. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نرجع نعمل كده تاني. وان شاء الله الموسم الجاي هبتدي ان شاء الله محتوى فانتسي معاكم، وان شاء الله تبقى الجايزه بقى في الموسم الجاي ان شاء الله. في حد اسمه محمد حلمي كاتب لك كومنت بيقول لك مبروك. ده حبيبي انا عارف. في حد اسمه مانشستر سيتي يو 7 واي بيقول لك الله اكبر. حبيبي غصب عن الكل السيتي في الدوري الابطال السنه القادمه. هارش بقى. عافيه. هارش. يحيى. عطية الله. لا يحيى مش ده. قولوا. يحيى ما اعرفش MOUTI 783 بيقول لك احتفلت زي بيب والله ماتش معقد، يا كنت اتفرج على اعصابي فكرني بماتش توتنهام السنه اللي فاتت. اقول لك على حاجه، انا سرعت البيت والله العظيم، سرعت البيت. عشان بس كومنتس كتير فهناخد كومنتين وخلاص. واحد بيقول لك ايه رايك في ماتش بكره انتر وميلان؟ احنا اتكلمنا عليه في البودكاست، تقدر تلاقي هو كان مستني ان انا اقول له التوقع، وكويس ان انا ما قلتلوش، لان انا كنت ممكن اتوقع الانتر وفي الاخر تلاقي الميلان كسب، فاهم؟ فمش ناقصه بقى كل توقعات تبقى غلط. لا بصراحه ما كنتش اتوقع الانتر والله، كنت اتوقع ميلان. كنت اتوقع ميلان الصراحه. اسامه جوهر بيقول لك غيرت رايي في ماتيوس نونيز، والظاهر برناردو افضل اللاعبين للسيتي بموسم 25 24، زي ضربه جزاء استون فيلا اخطا بسبب لمس روبن دياز الكوره. دي حقيقه. تاخد كومنت كمان؟ دي حقيقه. بس هقول لك على حاجه، ماتيوس نونيز يعني الاوقات اللي انت احتاجته فيها هجوميا قدمها بشكل كويس جدا، الاوقات اللي انت احتاجته فيها دفاعيا ما شاء الله خذلك بشكل غير عادي. برناردو سيلفا كده كده خدمنا يعني، بان هو عرف يقف في مكانه صح، فعرف يجيب جون الموسم ده. على فكره برضو برناردو سيلفا الموسم ده شبه جريليش، مش بعيد يعني جاب جونين زياده مثلا. اخر 3 كومنتات وخلاص. بيقول لك سعد، طب انت عارف سعد ده حبيبي. الفضل يعود للظهير الاعظم في تاريخ كرة القدم ماتيوس نونيز. انا اسف، معلش، الظهير الاعظم في تاريخ كرة القدم علي معلول، بس عشان
واحد بيقول لك طب اسمه هشام احمد بيقول لك طب ما تجربوا اليوروبا ليج بطوله جديده تحققوها. لا دي سايبينها اليونايتد، بس هو بيشجع اليونايتد وبيشجع ريال مدريد، اوكي. فاهم؟ فبيتفرج على الفريق اللي بينافس في اليوروبا ليج، فاهم؟ وطبعا فاتوا يعني الفريق اللي خرج من دور الثمانية، فاهم؟ آه الموسم ده. كينج اللعب بيقول لك لو الاهلي لعب ضد السيتي في كاس العالم ده هتشجع مين؟ سؤال صعب مش محتاج يعني. مش محتاج. اكيد اللي حابب. اكيد ما شافش حلقة الميركاتو. اكيد اللي حابب. اكيد ما شافش الحلقة بتاعت الميركاتو. لا يا عم اكيد لو الاهلي بيلعب السيتي، هقول لك على حاجة. خلينا نتفق على حاجة. دايما عندك مشكلة دايما ان انت كمشجع بيبقى عندك دايما يعني ايه، يعني طموحك بيعلى. يعني انت حضرتك الاهلي اخذ الدوري 5 سنين، لو الاهلي ما خدش السنة السادسة هتبتدي تلوم المدرب وتلوم الفريق وتلوم. الجمهور دايما طماع. نفس الكلام لو انت جيت اتكلمت الاهلي لما كان بيجي يطلع كاس العالم للانديه كان دايما يطلع يتكلم، يعني دايما انت كجمهور عايز يوصل النهائي، امتى هنوصل النهائي، كانت هتحصل بس. فاهم؟ ودايما بقى بتقعد بتعترض دايما ان انت دايما بتلعب ماتش ازيد وبتاع ومش لا عارف هي ايه. هي مشكلتها بس كانت بتوصل سيمي فاينل مع لعيبه برازيليه مع فرق برازيليه دي حقيقه، وكده كده بيروحوا يخسروا. اه في منهم كسب بس قليل جدا يعني. انترناسيونال. انترناسيونالي لما كان معاهم باتو كان. دي حقيقه لما قعد ينطط على كتفه. الكوره دي انا عمري ما انساها. ولا انا. دي كانت 7 الصبح دي في اليابان دي. آه. فانا كده كده مش يعني هتكلم على ايه، من يعني هطلع الاخر اشجع مين هتشجع مين؟ على حسب في انهي دور. من الاخر مثلا بعد دور المجموعات. بعد دور المجموعات آه. على حسب، لو الطريق طلع حلو للاهلي هشجع الاهلي، بس لو الطريق حلو يا طلع عم صعب هيشجع للاهلي السيتي يا عم. يا عم مش هشجع السيتي، لا والله لا بجد. بس في الاخر يعني هشجع اللي يكسب، فاهم؟ اكيد حابب الاثنين، بس اكيد يعني كده كده لا اصل انا هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه بصراحه. انا الاهلي الموقف اللي حصل فيه في سنه 2012 هو اللي خلاني بطل اتفرج على كوره، ماشي. فاهم قصدي؟ مش الموضوع. وسنه 2009 اللي خلاني جدا اتحمس ان انا اتفرج على كوره تاني من اول وجديد انا اسف معلش. هو توري. سوري. مش تقول كل سنه وانت طيب الاهلي ولا ايه؟ عيد ميلاد الاهلي النهارده. انجز عيد ميلاد الاهلي النهارده. انجز 118. 118. شفت بقى انا عارف ازاي، 118. شفت بقى انا حسبتها في لحظه، حسيتها في لحظه. شفت حلوه منك. كل سنه وانت لا اهلي. اشجع الاهلي الصراحه عشان بس ما نحورش. اقنعته في الاخر. قول له بقى ما تعملوش لايك وشير وسبسكرايب و ادخلوا اشتموا مده في الكومنتات. طيب انا بحبكم وانتوا بتحبوني. هو هقول لكم على حاجه. الكومنتس اللي هتبقى على البودكاست يعني الكومنتات اللي على البودكاست هي اللي هتظهر في البودكاست الجاي. حلو. ولا نخليها على اخر حلقه. لا ممكن البودكاست ده عادي نخليها- لو الكلام ليه علاقه بمواضيع ولا نخلي- تتفتح ماشي. تبقى ملهاش علاقه بالاسبوع اللي فات يعني. ماشي فاهم خلاص. احنا قصدي؟ ممكن نعمل ما بين اخر فيديو والبودكاست يعني كومنتس مثلا حاجات عايزين نعملها في البودكاست هتبقى على الحلقه دي. والكومنتات ممكن تبقى على اخر فيديو. هنعمل ميكس ما بين ده وده. انتظرني ان شاء الله في لايف ماتش اسمه ايه الكلاسيكو، فيديو ماتش السيتي ونوتنجهام، لان بصراحه ده مش هبقى حابب ان انا اطلع فيه لايف خالص لان انت هتلاقي وش مش هتتبسط منه. انتظرني ان شاء الله في نص النهائي بتاع دوري ابطال اوروبا، وانتظرني ان شاء الله بقى في البودكاست مع الحاجه الراجل المحترم ده. انتظرني انا مش جاي. هو كيكه مش جاي. وخشوا الراجل ده تابعوه على تويتر، شكله كده الراجل ده بيكتب كلام مهم في الكوره. ولو انت يعني بتحب الاهلي هتتبسط جدا 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 لان هو الراجل يعني بيدي حاجات من تحت لتحت. واحتمال كبير نعمل بودكاست مع ناس ليها صدى مهم جدا 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 في كرة القدم المحلية ونعرض رأي ورأي آخر ومش زي حاجة. مفاجئ بقى. سلام.